مريض السكر سواء اللي لسه مريض أو المتعافي، مش صح ليه إن حد ينزّله أمثلة أطباق يطبّق زيها كده وخلاص على كده. إحنا يا جماعة من ثقافات مختلفة، الحاجات اللي بنحبها في الأكل وما بنحبهاش مختلفة، كل واحد فينا مختلف عن التاني، واللي ينفعني ممكن ما ينفعكش. فالصح إن إحنا نتعلّم تغذية عشان نعرف إزاي نكوّن وجبتنا، وبالتالي نعرف إزاي ناكل، ونعرف إزاي نسمع لجسمنا فنعرف إحنا ماشيين صح والّا ماشيين غلط. وده بيحصل جدًا على فكرة مع مريض السكر اللي بيتعلم تغذية صح وبيمشي في الموضوع ده، بيبقى أشطر من أشطر دكتور وبيعرف يضبّط أموره، وبيعرف أنا ماشي كده في طريق التعافي والحمد لله الدنيا بتتحسن، والّا جسمي بيدّيني إشارات إن في حاجة غلط وإن المفروض أراجع اللي باعمله. فيالّا بينا نتكلم على تغذية المرضى ومرضى التغذية، ونفهم إزاي نكوّن وجبتنا، إزاي نقسّم أكلنا خلال اليوم. كفكرة، وكل واحد فينا ياخدها يطبّقها ويضبّطها كده ويقيّفها على يومه وحياته وشغله وظروفه. وفي آخر الفيديو هاقول لكم شوية علامات تقول لكم أنتم ماشيين صح والّا ماشيين غلط. أول حاجة تقسيمة اليوم، يومنا كلنا 24 ساعة، 12 ساعة منهم minimum يعني ده أقل حاجة، طبعًا ممكن نزوّد حسب كل واحد، إحنا صايمين فيهم وفيهم ساعات النوم. يعني أنا هاصوم 12 ساعة داخل فيهم ساعات النوم، بامتنع فيهم عن الأكل وأقدر أشرب فيهم مشروبات من غير سكر ولا لبن، ده الصيام المتقطع، ده الminimum. في ال12 ساعة التانية بقية اليوم أنا هاكل فيها وجبات، ما فيش أكل في النُص بينهم وما فيش نقنقة ولا snacks ولا الحاجات دي خالص. لكن ترتيبة الوجبات في يومنا وبينهم قد إيه في الوقت، ومين الوجبة الأولى في الفطار كل ده حسب يومك وحياتك، بس المهم أنا باكل، باصوم، باكل، باصوم، باكل، باصوم 12 ساعة. بالنسبة بقى لتكوين الوجبة، ألف ب نتعلم تغذية، لازم نعرف إن أكتر حاجة بتعلّي سُكّر الدم فبالتالي تعلّي الأنسولين، السكريات والحلويات والنشويات والفاكهة والعصاير. سُكّر الدم في السما في ساعتها، وبالتالي الأنسولين بيعلى والسكر يقع فنجوع ونفضل نمشي في الدايرة المفرغة دي. طب إيه اللي مش بيعلّي الأنسولين؟ أول حاجة الدهون الصحية، تاني حاجة البروتينات الحيوانية، تالت حاجة الخضار اللي هو غير نشوي. بناءً على المعلومة اللي فاتت يبقى طبقنا معظمه فوق ال90% منه لو تقدر خضار، بروتينات حيوانية، دهون صحية، وآخر حاجة وأقل حاجة هي النشويات، والنشويات لازم تكون من مصدر طبيعي أكتر، يعني البطاطس أحلى من العيش، والعيش اللي فيه ردة أحلى من العيش اللي ما فيهوش ردة، وهكذا. مثال عشان نفهم الفكرة، الكلام ده مخصص للناس اللي لسه هتبدأ رحلة التعافي من مرض السكر، أو الناس اللي حصل لها انتكاسة، ماشي؟ لو أنت قديم وخلاص تعافيت الموضوع بيختلف. إزاي بقى؟ دلوقتي أنا قدامي طبق أهو هاعمل وجبة الفطار بتاعتي، مثال هاخد نص رغيف مثلًا بلدي صغير، وآخد معاه نوعين أو 3 بروتين، وأحط عليهم دهون صحية، وهاخد معاهم خضار. نسبة البروتينات للنشويات على الأقل الضعف. إحنا في العادي بتاعنا بنغمس العيش بالبروتين وأول ما العيش يخلص البروتين خلص. أنا عايزة العكس، إن نسبة البروتين تكون على الأقل من ضعفين ل3 من نسبة النشويات. يعني هاعمل نص رغيف بلدي وأعمل مثلًا معاهم بيضتين مقليتين في سمنة، معاهم زبادي، علبة زبادي مثلًا يوناني كبيرة، معاهم شريحتين 3 جبنة كاملة الدسم، وأقطّع خيار وطماطم. كل ما هتزود في كمية البروتين والدهون وتقلل النشويات كل ما هتوصل للتعافي. هل هنستمر كده؟ لا مش شرط نستمر كده، ده للناس اللي لسه بادية أو الناس اللي حصل لها انتكاسات خلال رحلة التعافي، والكلام ده يطبق على كل وجبة. خلاص؟ مع الوقت ليا طلبين مهمين، أي وقت مش جعان ما تاكلش، أي وقت ينفع تستغنى فيه عن النشويات خالص اعملها. هتعرف إزاي؟ هنقول بقى العلامات اللي تعرفنا إن إحنا ماشيين صح. أول وأهم علامة تعرفك أنت ماشي صح الشبع، إن أنت تبقى شبعان، ومش بس شبعان، أنت مش بتشتهي الحلويات والنشويات والسكريات والحاجات اللي أنت already أصلًا بتشتهيها، تحس أنت تمام، مش عايزها خلاص أنا كده كويس. تاني علامة إن أنت تفضل شبعان فترة أطول من اللي كنت بتفضل شبعانها. يعني مثلًا أنا كنت ما باقدرش أقعد بين الوجبة والتانية أكتر من ساعتين لازم آخد حاجة، لأ دلوقتي بقيت أقعد 3، 4 ساعات، لأ أنا كده باتعافى، أنا كده جسمي بيتحسن. تالت علامة إن أنت ماشي صح إن مقاساتك تقل وخصوصًا البطن، تبدأ
تقل، انا كده ماشي صح جدا. رابع علامه ان صحتك تتحسن. الحاجات اللي اتكلمنا عليها في اعراض مقاومه الانسولين والسكر كلها تبدا يبقى عندك طاقه، نومك يتظبط، تبقى نفسك كويس، قادر تطلع السلم، قادر تتحرك، قادر توطي تربط الجزمه. الحاجات البسيطه دي كلها تبدا تحس فيها بتحسن. انت كده ماشي صح.